في مجال البيزنس بمختلف مجالاته والتسويق بشكل خاص ما ينفعش نشتغل ابدا من غير ما نعمل كالندر اوف ايفنت. ومبدئيا كده بنعمل الثلاث حاجات دول. واحد، بنقسم السنة 4/4 او 4 quarters، بحيث ان كل ربع سنة بيكون مكون من 3 شهور. يعني من 1 يناير على سبيل المثال لآخر مارس، ده بيكون ربع سنة أو كوارتر. نمبر 2، على حسب المجال اللي احنا بنشتغل فيه أو الشركة أو المشروع أو البراند اللي بنخدمه، بنبص في الكالندر ايه أهم الأحداث اللي ممكن نعتبرها سيزن في مجالنا to piggyback on. يعني ايه to piggyback on؟ يعني نحقق منها أكبر قدر من المكسب أو الجذب، أو زي ما بنقول عندنا كده في التسويق نعمل بوم أو نعمل فرق. 3، بنحط الأكتيفيتيز والكامبينز وكل الأنشطة المهمة اللي البيزنس مخطط لها إنها تحصل طوال العام جوه الكالندر، بحيث إن أنا يكون عندي رود ماب أو خريطة عمل لشغلي تكون قصاد عيني أقدر أتابعها وأعمل لها أبديت طول السنة. أشوفك الكبسولة اللي جاية بإذن الله عشان أقولك إزاي إحنا بنحط الأكتيفيتيز والكامبينز والأنشطة الخاصة بالبزنس على حسب أولويتها، وإزاي بنعتبر الحاجة سيزن أو لا. وكمان هرد على السؤال بتاع رمضان سيزن ولا لا، وهسيب لك نموذج لشكل الكالندر اللي احنا بنشتغل عليها أو بنعملها في البزنس في الفيديو ده. أشوفك هناك.